منحت نقابة الفنانين السوريين برئاسة مازن الناطور كل من الفنانة أصالة نصري والفنان فضل شاكر والفنان أحمد القصيم والفنان والموسيقار مالك جندلي، وذلك تقديرا لمسيرتهم الفنية وموقفهم الوطني النبيل الحر من قضايا شعبهم ووطنهم. وكانت نقابة الفنانين السوريين أصدرت مؤخرا قرارا بشطب الفنانة سيلاف فواخرجي، وقالت نقابة الفنانين السوريين في بيانها إن سبب الشطب سيلاف فواخرجي يعود لإصرارها على إنكار جرائم بشار الأسد وتنكيرها لآلام الشعب السوري. وشاركت الفنانة أصالة ورقة العضوية عبر حسابها الرسمي في انستجرام، أرفقتها بتعليق جاء فيه: أتشرف بهذه الهدية الغالية من نقابة وطني الغالي الأول الذي أشتاق له على قدر ما أشتاق إلى أبي، وأحبه على قدر ما أحب أبي، وأخلصت له على ما قدر ما أخلصت لأبي. وأضافت: شكرا جزيلا لنقيب الفنانين السوريين الأستاذ المحترم مازن الناطور على تقديركم ومحبتكم، ومن كل قلبي أتمنى أن أكون بينكم عن قريب. كنت بأمثل حاجة للقليل من الفرح، والله أكرمني بفرح كبير. شكرا وطني، شكرا سوريا، شكرا أهلي وأحبابي. ونشر فضل شاكر عضوية النقابة عبر حسابه الرسمي في إكس مرفقة بتعليق: شكرا أستاذ مازن، وشكرا للشعب السوري العظيم، محبتكم وسام شرف في قلبي، الله يسعد قلبكم.